السلام عليكم ورحمة الله. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكون دايما بخير. النهاردة هنعمل معاكم بقى ايه؟ غدا خفيف في الأيام الصعبة والحر الصعب ده. وأخف حاجة بقى ممكن نعملها النهاردة عشان وقفة المطبخ هو ايه؟ السمك وشوية الرز والسلطة. إيه زي ما انتم شايفين كده اهوت. إيه، جبت سمك بولتي وجبت سمك مكرونة، وقلنا نعمله معاكم بطريقتنا وبالحشوة بتاعتنا الجميلة. إيه طبعا انتوا عارفين، دي قناتي قناة تاروكا. ان شاء الله تخشوا وتدعمونا وتشجعونا ان احنا ايه ننزل فيديوهات. انا بقالي حوالي 3 اسابيع ما نزلتش حاجه. طبعا النفسيه تعبانه جدا، ومفيش مشاهدات ومفيش يعني لايكات والكلام ده كله. فطبعا الواحد حزين والله، يعني بقالنا 3 4 سنين والقناه زي ما هي زي ما انتم شايفين. فالله المستعان، يا ربنا ييسر ان شاء الله. ما تنسوناش من دعمكم والمشاركه ومشاهده الفيديو طبعا. برضو ده بيأثر على الفيديو. فكده كنت نضفت السمك، طبعا ما جبتش بقى التنظيف والكلام ده كله. كده نقعته حلو جدا ونضفته كويس، وطبعا بالليمون والملح والخل والكلام ده كله، ونقعته شويه بنقعه لمده 10 دقائق او ربع ساعه. إيه كده خلاص. حطيت اهم شيء طبعا الليمون على الخل على السمك، ده مهم جدا جدا. ده طبعا بيضيع ريحه الزفاره. كده هركنه على جنب. ونبدا بقى نعمل ايه؟ حبه الرز بتاعنا كده. طبعا الواحد بيبقى في الحر مش قادر يقف في المطبخ كتير، فبيحاول بقدر الامكان كده ايه يخلص بسرعة وينجز ويخش بقى إيه نعمل بقية الحاجة. يعني نشتغل بره شوية ونخش المطبخ شوية من الحر ده. إيه فالله المستعان. كده بقى دخلت على ايه؟ خلطت شوية البصل. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهوت. كده خلطت بصلتين بقى حلوين كده في قلب الحلة، وحطيت حبة زيت. طبعا ده سهل مفيهوش اي حاجة. انا مش هعمل رز طبعا بايه بطماطم، لا انا هعمله رز كده احمر كده بالبصل مكرمل كده حلو. قعدت بقى ايه حمرت شوية البصل زي ما انتوا شايفينه كده اهوت، لحد ما يديله اللون اللي عايزاه لون الرز غامق. بتغمقي البصلايه. بالنسبه لبناتنا الحلوين المبتدئين، عايزاه الرز يبقى ايه يعني ايه، مش غامق قوي. في ناس بتحبه محروق قوي الرز البصل، لا انا بحبه نص ونص، يعني مش بحبه حراق قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. ببدا بقى احط عليه ميه مغليه من الكاتل عشان ده بي ايه بي بيسرع في تسويه الرز وبيبقى طعمه جميل قوي. اهو كده حطيت. عايزه تحط كده الميه المغليه ومعاه حبة الكمون ومعاهم حبة الملح، بيدي نكهة حلوة. الرز بيبقى طعمه جميل جدا وايه، وشعرة صغيرة من الفلفل الاسود. تمام. وبعد كده بحط الرز. عايزة تحط الرز تقلبيه بيبقى مفرفر برضو وجميل. طريقة تانية ان انت بتحط الرز تقلبيه مع البصل ومع الزيت بتاعه لحد ما الرز يشمع كده بالزيت او بالدهن اللي انت بتحطيه، وتقلبي كويس وتبداي تغطي عليه برده كده اهوت. ويبقى بقى الميه على قد، بالنسبه للرز المصري الميه بتبقى على قد وش الرز من فوق، ما تزوديش. ولو احتاجتي بعد ما توطي عليه شويه لقيتيه لسه ما استواش، بتحطي حوالي ربع كوبايه ميه وتوطي عليه وتغطيه بكيس كده حلو. الكيس كمان بيسرع من تسويته. وده الرز بتاعنا كده. ودي طريقه تيتا روكا تسويه الرز، بيطلع جميل جدا وايه ولذيذ كده ومفرفر. هوريكم حالا ان شاء الله. كده خلاص عملنا الرز، نضفنا السمك بتاعنا. بعد كده زي ما انتم شايفين كده بغطيه بكيس نضيف من كيس سندوتشات، بس مسافه 5 دقايق يستوي، واروح شايله كيس. وبيطلع رز جميل ومفرفر زي ما انتم شايفينه كده اهوت. تمام كده حبايبي. كده خلصنا الرز. يبقى نخش بقى على ايه اللي بعد الرز بقى ايه؟ شويه السمك بقى نتبلهم بالتتبيله الجميله. تتبيلتنا بقى بتكون عباره عن ايه؟ بجيب فلفل حامي، وفلفل اللي هو الرومي، وكمون، والثوم زي ما انتم شايفين كده. الدقه بتاعتي اللذيذه دي يبقى ثوم وفلفل وكمون وكزبره وفلفل بقى الوان. هات الفلفل اللي عندك احمر اخضر حامي اللي على حسب ما انت بتحبي. تضربيه في الكبه، او لو عندك هاند بلندر بتضربيه، وتبدأ تحطي عليه الليمون والخل بقى والتوابل بتاعتك الجميلة دي. ونبدأ بقى نحشي السمك من جوه ومن بره. تمام. بيبقى طعم حلو ونكهه حلو. مبقاش الايه انا كده بالنسبه للسمك اللي هو البلطي عملته ايه سنجاري، فقطعت قطعتين عشان هما بيحبوا اللحم بتاعه الايه زي كانه فيليه بالظبط. فقطعته السمكيه زي ما انتم شايفينها كده نصين. انا عملته في البيت بصراحه، ما عملتوش عند حد. وعملت السمك اللي هو المكرونه زي ما انتم شايفينه برده كده، نضفته كده وعملته في البيت. انا بحب التنظيف بتاعي بصراحه، ما بحبوش بقى لسه هتركن واقف عند الراجل عبال ما ينضف لي، لا بجيبه بسرعه وبعمله في البيت. كده خلصت. هبدا بقى احشي الحشوه بتاعتنا الجميله ديت بعد ما حطيت الليمون بقى وحطيت نقطه خل صغيره. وهنبدا بعد كده اعمل الكميه بتاعتي كلها الموجوده. وده اخف حاجه ممكن الواحد يعملها في الصيف الحر الشديد ده. تمام كده. مش ناقصين بقى طبيخ ولا لازم منه والكلام ده كله، لا الوقت عايزين ننجز على طول، نعمل اكلات خفيفه في ايام الصيف الصعبه دي.
كده خلاص عصرت ليمون تاني عليه، وهبدأ برضو ايه وجسم السمك كله بقى خل وليمون زي ما انتم شايفينه كده، عشان ايه يديك النكهة الحلوة الجميلة من غير ما يكون ايه في ريحة زفارة في السمك. السمك معناه ليمون. تمام كده عملت بقى الكمية زي ما انتم شايفينها كلها، وهبدأ بقى اعلي على ايه الطاسة بتاعتي بتاعت الزيت. تمام. وهنبدأ نقلي السمك بتاعتنا. تمام يا حبايبي، وصل معانا، ما تنسوناش من دعمكم الجميل، وجزاكم الله خير الناس الحلوه اللي بتخش على قناتنا ودايما بدعمانا على طول، فربنا يكرمهم يا رب ويجازيهم كل خير. كده تبلت السمك كله اهو في جسمه من بره ومن جوه، وبعد كده ايه عشان يبقى طعمه حلو كده متبل تتبيله حلوه. وبعد كده بنعمل ايه، نعلق على طاسه الزيت. عايزه تسيبيه شويه في التتبيله دي، بكل ما تسيبيه في التتبيله شويه لمده اقصاها 10 دقايق او ربع ساعه، عشان يتبل ويشبع بقى بالملح ويبقى طعمه كله ايه متبل كده تتبيله إيه بتديله ايه نكهه وطعم حلو. كده خلصنا. هنبدا بقى ايه نجيب الطاسه بتاعت اللي هي الزيت اللي هتحطي فيها السمك، وبعد كده نعلقها على النار ونبدا بقى ايه نقلي السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلاص تبلناه. تمام كده حبايبي كله متبل من بره ومن جوه كل حاجه. نجيب بقى حبه الدقيق بتوعنا ونبدا بقى ايه اهوت نتبل السمك. انا بعمل بقى كله ده كده جنب الحوض عشان ما بهدلش الشقه كلها من السمك بقى ولا ايه، واللي عند البوتاجاز واللي عند رخامة المطبخ ورخامة الحوض بجيبه كده كله ويبقى سهل علينا ننضف على طول ويرمي على ايه على حوض المطبخ. تمام كده خلاص بقى ايه بدبل في السمك بقى ومعلقه على الزيت. وهنبدا بقى نحط السمك بتاعنا كده وبنفضه من قلب الايه البواقي الدقيق. حطيت الطاسه وكان الرز بتاعي استوى الحمد لله. وهنبدا بقى نقلب ايه السمك بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين. كده بقى حبه بحبه كده والرز بتاعنا كان استوى. وبدات كمان اجهز حاجه الايه السلطه بتاعتنا. وده اكله تبقى حلوه. والسمك بصراحه انا بحب من عشاق السمك، بحب الاكل السمك عندي احلى من اللحوم بصراحه يعني. فدي اكل يعني في الاسبوع لازم مرتين سمك، يعني اكل مثلا مره او مرتين لحمه فراخ، لكن السمك ده هو الاساسي. كده هو شلت بقى الكيس اللي هو بتاع السندوتشات اللي بحطه، والرز بتاعي زي ما انتم شايفين مفرفر وجميل بسم الله ما شاء الله اهوت. وهنبدا بقى ايه نطلع السمك بتاعنا ونعمل معاكم بقى ايه شويه السلطه اهوت. السلطه بتاعتي زي ما انتم شايفينها جرجير كزبره شبت بقدونس برضو فلفل اخضر فلفل حامي على حسب انتوا ما بتحبوا الحاجه الحاميه تعملوه ايه حامي. مش حابين الحامي يبقى كفايه الفلفل الرومي مع شبت كزبره بقدونس. اقل حاجه شويه الخضره بتاعتكم ما يقلوش عن 7 اصناف. بصلايه حمرا كده حلوه بتقطعها عليهم. جرجير. خيارايه لو عندك. كل دي بتبقى مفيده طبعا بالنسبه ايه للوجبه بتاعتنا، بوجبه متكامله ومفيده. فكده خلاص جهزت حاجة السلطة. وبدأنا ايه خلصنا السمك بتاعنا نضفنا الرخام مكان السمك. وهبدأ بقى احط بقى الحاجة بقى بقية الايه الحاجات اللي عملنا فيها كلها بقى ايه. حطيت حبة الفلفل كانوا فاضيين من الدقة بتاعتنا على برضك على جسم السمك كده خلاص ومتبل بالدقيق وجاهز. خلاص بقى كده ونضفنا الرخامة نبدأ بقى نحط ايه نجهز بقى حاجتنا لغرف الأكل. كده حبايبي النهاردة دي كان غدانا السمك المقلي مع شويه الرز اللي هو ايه الرز المقرمل. وبالمناسبه برضو انا بحط بعد البصلايه بحط معلقه سكر كده معاها وبقلبها بتدي طعم حلو جدا وبتخلي البصل مقرمل وحلو. تمام. وده السمك بتاعنا بعد القليه. وادي شويه السلطه الحلوين الخضر الجمال دولت وشويه الرز بتاعنا. وده كان غدانا النهارده. يا رب يكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم. طبعا ايه بتاخدوا افكار من بعضنا. فيا رب يكون الاكل عجبكم بتاعتي طاروكه. اشوفكم على خير وبحبكم في الله. وجمعه مباركه عليكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.